ازاي توصل لأول نص مليون جنيه في حياتك من غير ما تكون غني أو حتى عندك واسطة. تابع معايا الفيديو للنهاية، في 5 خطوات بس هتعرف طريقك لوحدك. قبل ما اقولك توصل ازاي للنص مليون جنيه، خليني اسألك سؤال بسيط. كم مرة حلمت تكون عندك فلوس كفاية عشان تعيش مرتاح؟ كم مرة قلت لنفسك انك عايز تغير حياتك بس مش عارف تبدأ منين؟ وهنا الحقيقة يا صحابي ان الوصول لأول نص مليون جنيه هو عملية مش مستحيلة، ولكن في نفس الوقت مش سهلة. هو الموضوع مش محتاج حظ، الموضوع محتاج خطة وصبر وشغل صح. وأول خطوة عايزك تبدأ بيها وهي تسأل نفسك أو تعرف أنت شاطر في إيه، أنت بتتميز في إيه. مش لازم تكون عبقري ولا تعمل مشروع ضخم، في ناس بتكسب آلاف الجنيهات من مشاريع بسيطة جدا زي التصميم، المونتاج، التسويق، المحتوى. المهم إنك تبدأ من الحاجة اللي أنت تعرف تعملها صح، وأول خطوة تبدأ بيها طور الخطوة اللي بعدها. تبدأ تطوير نفسك وتطوير ذاتك واحدة واحدة، بس أهم حاجة تكون حاجة أنت بتحبها. ابدأ من الحاجة اللي تعرف تعملها كويس وابدأ طور نفسك بيها واحدة واحدة. اتعامل مع نفسك كأنك مشروع، مش لازم تستنى حد يشغلك، وخصوصا انت دلوقتي في عصر الفرص المفتوحة. يعني في كذا شغلانة ليك، تقدر تبيع منتجات اونلاين، تقدر تفتح قناة على السوشيال ميديا، او حتى تبدأ تجارة صغيرة وتكبرها بالوقت. المهم انك تبدأ. عايزك تفهم يعني ايه صبر. كل الناس عايزة توصل بسرعة، فعلا بيوصل هو اللي ما بيوقفش لما بيفشل. معنى الكلام ده يعني لو أول مشروع خسر أو أول فيديو ليك ما جابش مشاهدات، ما تحبطش وتيأس بسرعة. خلي كل خطوة من الفشل تقربك أكتر للنجاح. كل خطوة فشل ليك هي بتقربك للنجاح. الفشل ده مدربك مش عدوك، مش يأسك مش فشلك. وأهم خطوة عايزك تركز عليها وهي خلي هدفك موضح قدامك بالأرقام. يعني انت عايز توصل لنص مليون جنيه في 3 سنين، يعني حوالي 14,000 جنيه كل شهر. عايزك تبدأ تشوف هتعملهم منين، جزء من شغل ثابت، جزء من مهارة، وجزء من مشروع صغير. وخلي الأرقام دايما قدامك واشتغل بعقلك مش بعشوائية. انا عايزك تفصل بين اللي بيحلم وبين اللي بينفذ. اللي بيحلم ده بيقول ايه؟ انا كل يوم نفسي اوصل. اما اللي بينفذ بيقول انا بدأت من النهاردة. وصدقني اول 1000 جنيه هتعمله من شغلك هيفتح قدامك طريق عمرك ما كنت شايفه. يعني هتحس كده من جواك بفرحة عمرك ما كنت تتخيلها. وعلى فكرة بقى، أنا مش معايا النص مليون جنيه، ولكن أنا بدأت أنفذ مش بحلم. فعشان كده حبيت أخدكم معايا وأنصحكم إنكم تبدأوا تنفذوا معايا، ما تحلموش وخلاص. على فكرة الأمر سهل مش صعب، بس أهم حاجة يكون عندنا يقين بالله وصبر ونبدأ ننفذ. يعني اللي قبلنا هم عملوا إيه؟ ما أكيد مروا بنفس الظروف اللي إحنا مرينا بيها، وكلهم مروا بنفس التفكير اللي إحنا مرينا بيه. بس يلا أديني جيت شجعتك عشان نبدأ سوا ونبص لبعض إحنا وصلنا لفين، ونشوف مع بعض كل واحد فينا هيبدأ النهاردة هيوصل السنة الجاية لفين. فكر كده، نص مليون جنيه ده مش رقم بعيد، بس هو جاي للي بيشتغل بعقل وإصرار. وانت ناوي تفضل تحلم ولا تبدأ من النهاردة معايا؟ ولو الكلام ده لمس فيك اي حاجة، ما تنساش تدوس لايك وفولو وسبسكرايب للقناة، وتتابع معايا الخطوات اللي انا بدأت فيها معاكم من النهاردة واحدة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.